إن شاء الله بإذن الله هاتكلم معاكم عن خطوة مهمة من خطوات السفر وهي خطوة اللغة، وفي الفيديو ده تحديدًا هنتكلم عن امتحان الOET. هنتكلم إيه هو امتحان الOET وأنواعه وتقسيم الدرجات والlevels بتاعته، والمستوى المطلوب لينا إحنا كتمريض عشان نسافر لإنجلترا أو UK بصفة عامة، وشروط الجمع ما بين نتيجتين لو الواحد ما توفقش في نتيجة معينة. هل يقدر إن هو يدخل مرة تانية ويجمع ما بين نتيجتين ولا لأ، وإيه الشروط المفروض تكون موجودة. بس طبعا أنا أحب إن يكون كلامي كله من خلال موقع ال NMC، وهو Nursing and Midwifery Council، وده المسؤول عن التراخيص بتاعتنا كتمريض في UK، وهو ده اللي بيقول اللي هي اللانجوج ريكويرمنت المطلوبة مننا، وخطوات المعادلة والكلام ده كله، والشروط والحاجات دي كلها موجودة على ال NMC. فطبعا عشان ما نكونش بنمشي ورا حاجة مش مظبوطة، ولو في أبديت برضه ممكن ما تكونش أنت عارفه، فلازم أي حاجة أو أي معلومة تعرفها تدخل على ال NMC وتشوف هل الكلام ده مظبوط ولا لأ. يعني بنسمع من فترة للتانية بعض الإشاعات إن ال OET ممكن تدخل لو في واحد لا قدر الله ما نجحش في مديول أو ما نجحش في سب تيست معين، يقدر يدخل السب تيست ده لوحده. فالكلام ده طبعا لحد دلوقتي مش مظبوط. فيعني أي إشاعة زي حاجة، يعني أي إشاعة من الحاجات دي نقدر إن إحنا بعد كده نتأكد منها من خلال موقع ال NMC. فطبعا أنا هبدأ معاكم وهشتغل وهفتح دلوقتي الموقع ونشوف الريكويرمنت من خلال الموقع. فنبدأ كده ندخل على الموقع بتاعنا، هنكتب NMC في السيرش. جميل. وهنضغط على Nursing and Midwifery Council. الموقع ده محتاجين تقروه على فكرة، محتاجين تدخلوا وتقروا كل حاجة فيه، مهم جدا. طبعا الموقع لسه في البداية، يعني ممكن ما تكونوش عارفينه، فممكن ندخل هنا نعمل في السيرش على طول عشان ندخل في الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه، وهو English، أو خلينا نكتب Language Requirement. اوكي، هنعمل سيرش في Language Requirement. هننزل هنا English Language Requirement، آخر أبديت. هنا بيقول لك إن إحنا بنأكسبت للحاجات اللي هي يعني بتثبت اللغة بتاعتك من خلال 3 حاجات، حاجة من ال3 حاجات دول. يا إما أنت تكون trained in English، اتعلمت باللغة الإنجليزية، فبتجيب ما يثبت أنت اتعلمت باللغة الإنجليزية، بس ده ما ينطبقش علينا إحنا في مصر. recent practice، إنك اشتغلت في مكان أعتقد سنة أو سنتين، المكان ده اللغة الأولى فيه هي اللغة الإنجليزية، وده برضه ما ينطبقش علينا في مصر. احنا بينطبق علينا، احنا ما بنعملش بروف لللانجوج بتاعتنا غير بتست. فهنضغط على الانجليش لانجوج تيست. هنا بيقول إن احنا بنأكسبت للآيلتس. تمام. فأنا مش هتكلم عن الآيلتس لأن يعني كلامنا النهاردة أو في الفيديو ده عن ال OET، هنتكلم عن ال OET. فهنا بيقول إحنا بنأكسبت ال OET. جميل. على فكرة زمان ما كانش بيأكسبت ال OET، كان الآيلتس بس. فندخل هنا نشوف بيقول إيه هي النتائج المطلوبة في ال OET. خلينا الأول نشوف إيه هو ال OET. ال OET هو اسمه Occupational English Test، هو اختبار للغة يخص الأوكيوبيشن بتاعتك. في منه ميديسن، في منه فارماسي، في منه نيرسينج، في منه دنتست أعتقد. يعني كل مهنة الامتحان بيكون يعني يخصها، هو في اللغة بس بيتكلم، أو الموضوعات بتكون بتخص المهنة دي. عشان كده اسمه occupational. آه، في كذا نوع للامتحان بتاع ال OET. في احنا ممكن نمتحنه امتحان paper based عن طريق ورق، بتروح مركز يعطي لك الورق تحل ورق، يعني اسمه paper based. او اون كمبيوتر، بتروح مركز يفتح لك كمبيوتر وتدخل تمتحن. او يكون OET at home في البيت عندك. بس طبعا بيكون في احتياطات قبل ما يفتح الامتحان، بحيث ان هو بيتاكد من الغرفه، بيتاكد من ما فيش اي، ان ما فيش اي سماعه او حاجه، وان الوش ظاهر، وان ما فيش مرايه. في حاجات كتير بيتاكد منها عشان يتاكد ان السيفتي يعني مظبوط. فما نفكرش ان هو في البيت يعني الموضوع هيبقى سهل. بالنسبه للاو تي اون كمبيوتر وات هوم، الاثنين دول
لازم يكونوا اللي بيمتحن يكون سريع جدًا في الكتابة، وإلا الموضوع هيبقى بالنسبة له شبه مستحيل. طبعًا معظم اللي بيدخلوا OT بيدخل من خلال الpaper based. اللي بيدخل كمبيوتر يا إما هو بالفعل عنده المهارة عالية في الكتابة، أو للأسف ما عندوش في بلده الpaper based، أو ما فيش مكان قريب منه يقدر يروح ويمتحن فيه paper، فبالتالي بيمتحن في البيت. ففي ناس بتبقى مجبرة يعني يعني مش بمزاجها. فإحنا اللي أنا بانصح بيه طبعًا هو الOT on paper. خلّينا نشوف إيه هو الscore المطلوب. بس برضه قبل ما نشوف الscore المطلوب خلّينا نعرف إيه هي الدرجات بتاعتنا، يعني قبل ما نعرف الscore إيه هو الscore التانية يعني أصلًا، فنظام الدرجات إيه. فأنا في هنا نتيجة معايا هافتحها أورّيها لكم. هنا الscore بيبدأ من تحت خالص اللي هو E، بعدين D، C، C+، B، A. طيب الدرجات بتاعتهم إيه؟ الA بيكون من 0 ل90، الD بيكون من 100 لحد 190، الC بيكون من 200 لحد 290، الC+ من 300 ل340، الB من 350 ل440، الA من 450 ل500. جميل؟ تمام. كده إحنا عرفنا إيه هي المستويات الأول عشان نعرف إحنا المفروض نجيب إيه من المستويات دي. ندخل بعد كده نرجع تاني للموقع بتاعنا، وهو بيقول إحنا لازم نكون على الأقل معانا جريد B في إيه؟ في listening و reading و speaking. listening و reading و speaking لازم يكونوا واخدين سكور B اللي هو 350 أو أكتر، 350 أو أكتر. طيب في الرايتنج معانا C+، مسموح ب C+، اللي هو 300 أو أكتر، 300 أو أكتر. طيب كده نشوف نتيجة. نتيجة لحد نجح في ال OET. ده بيكون شكل النتيجة. طبعا احنا مش هنبين الداتا علشان برضو البرايفسي. هنا هو عمل ايه؟ هنا في الليسننج جاب 350 اللي هو في بي، الريدنج 360 برضو بي، سبيكينج 380 برضو احنا في بي، رايتنج جاب 300 بالظبط وده C+. فده كده النتيجة دي مظبوطة وهي دي المطلوبة. ولو حد جاب نتيجة زي ما احنا قلنا كده بالمستويات المطلوبة دي كده خلاص، يعني يعتبر جزء اللغة انتهى من عنده، وبعد كده يعني هو ده الجزء الكبير أو الجزء المهم يعني. طيب لا قدر الله حد دخل الامتحان وما جابش المستوى ده، فلنفترض مثلا هجيب لكم نتيجة تانية. احنا عرفنا طبعا ايه هو السكور المطلوب، 3B، والرايتنج يكون C+. جميل. ففي هنا نتيجة 360، فهو كده الليسننج ناجح، في الريدنج ناجح، في السبيكنج ناجح، في الرايتنج للأسف نزل عن ال 300. يعني لو كان جاب 300 يبقى كده كان نجح. طيب الشخص ده أو النتيجة دي للأسف ما تأهلكش إن أنت تدخل تعمل معادلة أو إن أنت يعني تسافر بيها. فهل كده خلاص مفيش أمل؟ لا، في أمل. إنك تقدر تدخل الامتحان مرة تانية، يا إما تجيب درجاتك المطلوبة، يا إما على الأقل تعدي في الرايتنج، تطلع فوق ال 300، والlistening والreading والspeaking ما تقلش عن ال 300. وصلت؟ طيب تعال نشوفها على الموقع، الكلام اللي أنا بقوله ده تعال نشوفه على الموقع. طيب إيه هي شروط الدمج؟ اسمه combining. إزاي نعمل combining؟ الشروط إن إحنا أول حاجة يكون في خلال 12 شهر، النتيجتين دول يكونوا في خلال 12 شهر. إن الأربعة سب تيست أو الأربعة سيكشنز امتحنتهم كلهم مرة واحدة. ما ينفعش مثلا نمتحن امتحان فيه الأربعة تيست وأجي مثلا أنزل في واحد فأروح أمتحن الواحد ده لوحده وأقول أنا هعمل كومبايننج. لا، مش مسموح لحد دلوقتي. طيب نيجي بعد كده
في الخطوة اللي بعد كده you achieved at least grade B. النتيجتين بقى لما تيجي تحطهم جنب بعض لازم تكون جايب الدرجة المطلوبة وهي ال 3B ورايتنج C بلس. طيب وبرضه لما تحط الامتحانين جنب بعض ما تقلش عن 3 C بلس، وفي الرايتنج ما تقلش عن السي. لما نحط النتيجتين جنب بعض لازم تجيب السكور المطلوب، ده رقم واحد. رقم اتنين ما تقلش بأي حال من الأحوال في الريدنج، ما تقلش عن السي بلس. في الليسننج ما تقلش عن السي بلس. في السبيكنج ما تقلش عن السي بلس. في الرايتنج ما تقلش عن السي. يبقى لازم ما تقلش عن يعني الحاجات دي عشان تقدر تعمل كومبايننج ما بين نتيجتين. الشيء التاني يكون الأربعة امتحنتهم مع بعض. الشيء التالت إن يكون في خلال 12 شهر. طيب عاوزين أمثلة بقى. عاوزين أمثلة. هنا بقول example of combining of OOT scores. تعال نشوف. تعال نشوف ال not accepted الأول وبعدين نشوف ال accepted. في واحد دخل الامتحان في التست الأول أهو المرة الأولى، للأسف جاب C بلس في الليسننج، بس جاب السكور المطلوب في الريدنج وجاب في السكور المطلوب في الرايتنج، جاب أعلى من المطلوب كمان في الرايتنج. كان أصلا المطلوب في الرايتنج يكون C بلس. السبيكنج جاب المطلوب. طيب هو كده وقع فين؟ في الليسننج. طيب هل هو في الليسننج ده نزل عن السي بلس؟ لا ما نزلش، يبقى كده حظه حلو. ليه؟ يقدر يعمل كومبايننج. بس طبعا هتعتمد على نتيجة الامتحان اللي بعده. تعالوا بقى نشوف الامتحان اللي بعده عمل ايه. دخل الامتحان للأسف بدل ما يجيب السكور المطلوب، المفروض هو احنا دلوقتي النتيجة الأولانية تأهله إن هو يعمل كومبايننج مع نتيجة كمان. بس النتيجة التانية ما تأهلوش. ليه؟ لأن هو نزل عن السي بلس في الليسننج. هو كان المفروض في الليسننج يجيب بي علشان يكون عدى في او جاب السكور المطلوب. والباقي هنا تعال نشوف الريدنج جاب المطلوب، الرايتنج جاب المطلوب، السبيكنج جاب المطلوب، بس للاسف دي مش اكسبتد. ليه؟ لان احنا حطينا نتيجتين جنب بعض ولقينا ان هو في نتيجه منهم في الليسننج قل عن السي بلس، جاب سي، فبالتالي ما ينفعش دمج ما بين النتيجتين دول. طيب نطلع نشوف على نتيجه تانية تكون اكسبتد. تعالوا كده نشوف النتيجه دي. هو جه في الامتحان الاول عدى في الريدنج، عدى في الرايتنج، عدى في السبيكنج، وجاب هنا اكتر من السكور المطلوب كمان في الرايتنج. طيب تعال نشوف بقى الامتحان التاني. اوبا نجح، عدى وجاب البي في الليسننج. مطلوب بقى ان هو ما يقلش في الريدنج عن سي بلس، والحمد لله ما قلش. مطلوب ما يقلش في الرايتنج عن سي، والحمد لله ما قلش. مطلوب ان هو ما يقلش في السبيكنج عن البي، وبرضه ما قلش. دي الاكزامبل الموجودة على الموقع. أنا عندي في اكزامبل موجود فعلا بالفعل معايا لحد من الناس الغالية عندي يعني. تعالوا نشوف. آه، ده حد من زمايلنا نجح في الليسننج ونجح في الريدنج ونجح في السبيكنج، وللأسف في الرايتنج لا. دي النتيجة الإيه؟ دي النتيجة بتاعتي. دي النتيجة بتاعتي. تعالوا النتيجة بتاعته أهي. نجح في الليسننج، نجح في الريدنج، نجح في السبيكنج، بس في الرايتنج للأسف نزل عن ال 300. فالمفروض الامتحان اللي جاي ينجح في الرايتنج. ده رقم واحد. ينجح في الرايتنج، يجيب فوق السي، يجيب سي بلس أو فوق يعني. وفي نفس ذات الوقت ما يقلش عن سي بلس في باقي الحاجات اللي امتحنها. يعني لما يجي الامتحان اللي جاي ما ينفعش يقل عن سي بلس في السبيكنج ولا في الريدنج ولا في الليسننج. تعال نشوف بقى في الامتحان اللي بعده عمل ايه. نبص في الرايتنج، الحمد لله جاب السكور المطلوب. طب هل قل عن السي بلس في باقي المستويات؟ ما قلش عنه. كده الحمد لله يقدر يعمل كومبايننج ما بين نتيجتين. خلاصة الكومبايننج لازم تجيب السكور المطلوب في الامتحانين، اللي هو B في السبيكنج، B في الريدنج، B
في الlistening وتكون جايب C+ في الwriting. ده رقم 1، لازم تكون جايب الscore المطلوب. رقم 2، في الامتحانين ما يكونش أقل درجاتك في الlistening والreading والspeaking عن C+، ما تقلش عنهم. لو قلّيت عنهم في أي واحد يبقى الcombining مش هينفع، وما تقلش عن الC في الwriting. دي خلاصة الcombining، تمام؟ إزاي بقى بنجمع ما بين النتيجتين دول على بعض؟ لمّا بنخلّص الخطوة بتاعة الOOT ونمتحن امتحانين بيكونوا دول النتيجتين اللي هم ينفع نعمل بينهم دمج، بندخل بقى بعد كده على موقع الNMC وبنحمّل النتيجتين دول، وبنقول إحنا عاوزين نعمل دمج ما بينهم، هو بيتأكد إن أنت بالفعل الشروط تمام، الامتحانين دول كانوا في خلال 12 شهر، وإنك قعدت عملت setting ال4 subtest مع بعض، وبعدين خلاص بتبقى النتيجة مقبولة. فأتمنى كده تكون يعني خطوة الOOT والcombining والscore تكون واضحة للجميع، يعني لأن أنا برضه في بداية البحث عن الOOT والscore والحاجات دي كنت تايه شوية، بس لمّا دخلت على الNMC كل حاجة واضحة، مكتوبة واضحة، فما فيش داعي إن إحنا ممكن نسأل واحد وحد يقول لنا حاجة مش مضبوطة، ندخل على الNMC وشوف آخر update هم عاملينه إيه. فأتمنى الأمور تكون واضحة للجميع، وبالتوفيق لكم يا رب جميعًا، وإن شاء الله يعني نشوفكم اللي أخد القرار يكون ربنا يكرمه يعني، ونشوفكم قريب في UK. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.